السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اكله حلوه، والاكله دي من الاكلات الشعبيه اللي كلنا بنحبها. هنعمل مع بعض النهارده المسقعه. اول حاجه في مكونات المسقعه دي معانا فلفل وبتنجان وبطاطس وطماطم وفصين توم. دي المكونات بتاعتها. انا مش بضيف اي حاجه غير الفلفل والبطاطس والبتنجان والطماطم وفصين توم فقط لا غير. مش بحط اي اضافات تاني، لا بحط بصل ولا بحط لحمه مفرومه. دي الطريقه اللي انا بعملها على طول ومعتمداها في المسقعه بتاعتي. دلوقتي جهزنا البتنجان، قطعناه كده على هيئه حلقات عشان المسام بتاعته تتقفل وما يشربش زيت. وبعد كده قطعت البطاطس، وبعد ما قطعت البطاطس فرمت الثوم، وبعد كده ضربت الطماطم. وهنبدأ كده ندخل في كل التفاصيل بتاعتنا، وهوريكم انا بعمل المسقعه بتاعتي ازاي والطريقه بتاعتي ازاي خفيفه وحلوه، والطماطم مش بتبقى مسبكه جامد، وبكده ان هي بتبقى خفيفه وحلوه وزي بتاعت المطاعم بالظبط. اول حاجه هننزل بفنجان كده زيت، فنجان القهوه كده شويه، يعني ما تكتريش زيت عشان ما تبقاش مزيته كده معاكي. وهتنزل بفصين الثوم، انا طبعا فرماهم ومجهزاهم، هحطهم كده جوه الزيت وهبدا هديهم لون كده خفيف، اللي هو اللون الذهبي الفاتح. اول ما ياخدوا معايا اللون الذهبي الفاتح هننزل عليهم بالطماطم. طبعا ايه، في واحده كتبت لي في التعليقات انت اشتغلي لنا بالمقادير. يا جماعه مقادير الاكله دي 5 فلفلات واتنين بتنجان، يعني بتنجالتين، وثلاث بطاطسيات، ونص كيلو طماطم، وخمس فصوص ثوم. هنبدأ نقلب فيهم في الزيت كده. ودلوقتي بعد ما اللي هي التومه اللي احنا حطيناها خدت لون، اهو بصوا لون ذهبي فاتح، ما تخليهاش تغمق عن كده عشان ما تبقاش متحروقه معاكي في الطماطم. هننزل بيها بالنص كيلو طماطم اللي احنا حاطينه، اللي ضربناه وفرمناه وجهزناه. هننزل بيه دلوقتي وهنسيبهم كده ايه يا دوب، بصوا يغلوا كده غلوتين بساط خالص. ما تكتريش في الغليان عشان ما يسبكوش ويبقوا حاميين كده على معدتك. بصي يا دوب غلوا اهو، هم غلوتين. بصوا هقول لكم انا على البهارات اللي بحط معلقه كزبره ناشفه ومعلقه ملح ومعلقه شطه بارده او حاميه على حسب الرغبه، وبحط سنه فلفل اسود ومعلقه شاي كمون، يعني مالي معلقه الشاي كمون، وبحط نص معلقه شطه، وبحط نص معلقه فلفل اسود، وبحط مالي المعلقه كزبره ناشفه، وبملح بقى على حسب الرغبه. وبعد كده انا طبعا من الناحيه التانية حمرت الفلفل البتنجان والبطاطس وجهزتهم في الزيت وحطيتهم على مناديل المطبخ علشان تشرب الزيت اللي فيهم. وادي الطماطم اهي، بقول لكم ادي النتيجه اللي وصلت. وبعدين بعد ما الطماطم تاخد لون كده معانا، بصوا بعد كده بعد ما تتسبك كده الطماطم حبه صغيرين، هننزل بالبطاطس والبتنجان والفلفل اللي احنا حمرناهم تحميره بسيطه كده، ما تخليهمش يستووا جامد او ياخدوا لون جامد معاكي، ان هم هيكملوا سواهم مع الطماطم هنا. وبعد كده هيفضلوا كده هنحطوهم، وبعد ما نحطهم كده هندوس عليهم بالراحه كده. ما تقلبيش كتير عشان البطاطس ما تتعجنش منك والبتنجان يتعجن وكله ما تبانش كده معالمه. ولما تيجي قلبي بالراحه كده، شمال ويمين بالراحه جدا. بس كده شايفين الشكل وشايفين المنظر. احلى طبق مسقعه تدوقيه في حياتك. امشي بالطريقه دي وعلى التكات دي وهتدوقي احلى طبق مسقعه تشوفيه وتدوقيه في حياتك. انا الطريقه دي بعملها على طول وبتطلع حلوه كده خالص. بصوا هنغرف كده في الطبق، بصوا متماسكه وحلوه ازاي. ولا تقولي لي فيها ميه كتير، ولا تقولي لي مثلا ان هي مصيصه كده وفيها ميه، لا بصوا متماسكه ازاي وملفوفه ازاي وحلوه ازاي. وبألف هنا وشفا يا رب لكل أكل منها. وما تنسونيش لو وصلتوا لحد دلوقتي في الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت